كل العالم بتحسبها بنفس الطريقة. أكيد كلنا متعودين على التقويم الميلادي وكمان الهجري وبنستعملهم طول الوقت، بس تعرف إن في بلد لسه عايشة في 2017 وبلد سبق العالم وعايشة في 2567. خليك معايا وتعرف على 3 بلدان بتستخدم تقويمات غريبة بيحسبوا بيها التاريخ. في أثيوبيا دلوقتي هم لسه في سنة 2017. التقويم الأثيوبي اللي بيتكون من 13 شهر مش 12 زي ما احنا متعودين. أول 12 شهر بيكونوا 30 يوم بالظبط، والشهر ال 13 بيكون عبارة عن 5 أو 6 أيام حسب السنة، وبيسموه باجوميه ومعناه الأيام المنسية، يعني مجموعهم 365 يوم ويوم زيادة في السنة الكبيسة زي السنة الميلادية. وبيوافق رأس السنة عندهم يوم 11 أو 12 سبتمبر، ولكن بفرق 7 سنين عن التقويم الميلادي بسبب اختلاف حساباتهم لوقت ميلاد المسيح. يعني في وقت تصوير الفيديو ده احنا دلوقتي يوم 16/9/2024، لكن في أثيوبيا النهاردة 1/6/2017. لو انت بتتفرج عليا من سنة 2024 اعمل لايك واشترك في القناة ويلا بينا على اللي بعده. الناس في تايلاند عايشة في المستقبل وبالتحديد في القرن ال26. هناك بيستخدموا التقويم الشمسي التايلاندي اللي بيعتمد على العصر البوذي واللي بيبدأ من وفاة البوذا، والطريقة دي هم في سنة 2567، وبيستخدموا نفس الأيام والشهور من التقويم الميلادي، ولكن بيرمزوا للشهور بأسامي الأبراج ولليوم في الأسبوع بالألوان. التقويم اللي ماشي في كوريا الشمالية حاليا بدأ بميلاد كيم إل سون الرئيس الأول لكوريا الشمالية، واللي بيوازي 1912 ميلادي، وبيسموه التقويم الجوتشي، وده معناه انهم دلوقتي في سنة 113 وبيستعملوا نفس اليوم والشهر اللي ماشي عليه التقويم الميلادي، والتقويم ده يعتبر رمز من رموز الفخر الوطني بالنسبة لهم. وبكده اتعرفنا على 3 من أغرب التقويمات اللي موجودة في العالم، وعرفنا انه مش كل الناس عايشة في نفس السنة. لو اتفرجت للآخر اكتب لي في الكومنتات انت بتتفرج عليا من سنة كام. كان معاكم مستا، وسلام.